انا مش فاهمني صراحه، بس تعالى نشوف مع بعض كده. انا لعبت الماتش ده بدقه 97%. بص اللي قبليه خساره 2 3 4 5 6 خسارات، والماتش اللي قبليه 94 و4 من 10. يعني ماتش دقه 97 تحس جراند ماستر، 94 وجراند ماستر، فايه اللي في النص دول بقى؟ ثم خسرت ماتش 2 اقف، لا لا اكمل، لازم اخسر اللي بعده. تمام لحد اما اكسب. تمام طب ماشي خلاص، خسرت 2 3 لازم اخسر لي 40 50 نقطه في التقييم. المهم مش هصدعك كتير يا صديقي، تعال نشوف الماتش ده. الماتش ده لعبناه مع حد 29 نقلة دقة 97%. طبعا ملناش دعوة بالتقييم عشان احنا نزلنا حبة حلوين. دقة 97%. معدل أداء 2600. بص 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 97% اوبننج. الميدل 97، الاند جيم 100%. تعال نشوف. طبعا هو لعبنا بيدق ملك، هو لعب بيدق ملك برضو. هو لعب الفرنش، انا بلعب تفريع التكسير. طيب لحد كده تمام، مفيش مشكلة خالص. هات الفيل، خدت الفيل، بقى معايا امتياز الفيلين. بنحاول ايه نمنتج اي حاجة. تعالى بس انا عايز اعرض لك حتة كده في الاخر وخلاص، عشان الاند جيم كانت 100%. بص يا صديقي، احنا جينا هنا ضربنا الوسط، هو جه هنا. انا كلت، طبعا دي ما كانتش احسن حاجة، كان بيقول لي انط بالحصان. انا كلت، هو كلت وزير في وزير، دي كانت البيست موف. هو رجع واكل، خدت الاوبن فايل، ما كانتش احسن حاجة، كان بيقول لي اخدها بالروك التانية. تمام. نزل، انا نطيت هنا في دماغي ايه؟ ان انا هو هياكل هيكسر هياخد بيضة. فعلا هو كل، اما اكل اخد انا كمان بيضة، بس دي كانت فكرتي. ما كانتش احسن حاجة طبعا. رجع، انا جيت هنا وفكرتي كلها دلوقتي ايه؟ الحصان بتاعه ده اتحرك، الفيل الابيض ماسك الوتر، فيبقى الملك بتاعه ملوش اي حاجة. فانا لو كسرت رخ في رخ تمام هعرف اديله مات. بس الفكرة كلها برضو ان انا عايز الحصان ده ماشي، اللي هو على الاف 6 ده يتحرك. طيب اتحرك، اديته دي. طبعا هو كان ليها حل، بس هو مشي هنا بديهي ان هو عايز يهاجم. كلت، كل، اديته كش. ليها حل، يرجع يغطي بالحصان. هات الطابية وهات الحصان. هو نزل هنا طبعا اساس كده الركب، الركب بلاش ممكن اكلها، بس انا كده كده عندي مات في واحد، فخد المات في واحد في 29 نقلة بدقة 97%. طبعا مالناش دعوة بالمطوشة التانية عشان يعني الدقة في ذمة الله. لو عجبكم المحتوى لايك وسبسكرايب لو على اليوتيوب، وفولو على التيك توك، ونشوفكم في فيديو تاني. يلا سلام.